سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم البنات غادي نشارك معكم السيجار كيجيو بالفول السوداني. كيجيو البنات اقتصاديين وكيجيو ساهلين، وفرمشة العين كتكونوا ساليتوهم، والاهم البنات كيجيو بواحد المذاق رائع. هنا البنات عندنا واحد 500 غرام ديال الكاوكاو او فول سوداني. تقدروا تقليوه كيف ما درت لي انا في زيت بارد. من بعد البنات كنشعلوا عليه البوطه اللي كتكون متوسطه. تقدروا تضيفوا ليه واحد المعلقه ديال الزيت وطيبوه في الفران حتى هو كيجي زوين. هنا البنات عندي كيف ما قلت لكم 500 غرام، درت معاها واحد 100 غرام ديال سكر حبيبات. هي نورمال كنديروا كل كيلو ديال الكاوكاو كنديروا فيه نص كيلو ديال السكر ثاني. دول انا البنات كتجيني يعني نص كيلو بزاف، داكشي علاش انا درت نص الكميه، يعني 500 غرام كتجي فيها رابعه ديال 250 غرام ديال سكر حبيبات. انا هنا درت غير 150 غرام. فهمتوني البنات؟ يعني انا في كيلو ديال الكاوكاو ولا كيلو ديال اللوز كندير، يعني ما كنديرش ديك 500 غرام، كندير غير 300 غرام. وديك 300 غرام كتقسموها على جوج الا درتو نص ديال الكميه. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. مهم البنات، خديت هذيك 500 غرام ديال الكاوكاو كيف ما كيبان لكم، ضفت معاها هذيك في الاول غير كنهرمشو، من بعد كنضيف ليه هذيك سكر سنيده، 150 غرام ديال سكر سنيده. من بعد كنجمعو بواحد المعلقه ديال ماء زهر، ومعلقه ديال الزبده اللي كتكون لينه البنات بحراره المطبخ، وواحد راس المعلقه ديال القرفه. كنجمع الخليط ديال البنات بهذا الشكل كيف ما كيبان لكم. انا هنا جاتني ديك العقده او الخليط ديالي جاني قاصح شويه، داكشي علاش ضفت تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال هذيك الزبده البنات كيف ما كيبان لكم. هنا البنات غادي نخدم كالعاده بورقه الفيلو كيف ما كيبان لكم. غادي نشدها وغادي ناخدها على الطول ديالها وغنقطعها البنات كيف ما كيبان لكم، غنقطعها على جوج. من بعد هذاك الطول غنقطعو على جوج حتى هو. فهمتوا؟ يعني كنقطعها على الطول ديالها، من بعد البنات كنقطع داك الطول ديالها على جوج باش كيجيوني مربعات صغار كيف ما كيبان لكم البنات. كندهنوها بالزيت. من بعد البنات كناخذ واحد قياس ديال هذا ديال العقده البنات. كندير 12 غرام الا بغيتو العبار بالضبط. درت البنات 12 غرام في كل وحده باش كيجيونا قياس واحد. هانتوما البنات كنتمنى نكون كنشرح لكم مزيان، واخا راه كنسرع الفيديو البنات غير باش ما يجيش الفيديو طويل وممل وصافي. هنا البنات انا كنخدم غير بشويه كيف ما كيبان لكم. كان هاد المساله اللي درت انا وياكم ديروها البنات. غادي تلصق لكم الورقه. انتما انا يعني بغيت زعما نستغل هذا الوقت، حيت راكم عارفين الورقه كتقصح وهذا، قلت زعما نخدم وحده فوق من وحده. ولكن البنات ما ننصحكمش، من الاحسن نخدموا كل وحده بوحديتها. انتما البنات بدات كتلصق ليا هنايا الورقه، وراكم عارفين اصلا الورقه ديال الفيلو غير لا اله الا الله وصافي. كتبغي الصبر بزاف البنات، يعني راكم عارفين. انتما الفيديو راه شارح راسو، مازال ماشي بحال ملي كتخدميها في هذا فوق سطح العمل، ماشي بحال ورقه فوق من ورقه. فهمتوا البنات؟ هانتوما البنات كيجيو على شكل بحال الشكل ديال الاصابع سيجار صغيورين، كيجيو حلوين وزوينين البنات، لا في شكل ولا في المذاق. هنا غادي نحاول نحيد هذيك الكميه. هانتوما البنات راه على سب داك اللي لصقات ليا لتحت تقطعات وحيدتها. من بعد ضفت وحده اخرى كندهن بالزيت البنات، ضروري الزيت ولا الزبده اللي متوفر عندكم. غير البنات الزبده ما ننصحكمش ديروا اللي كتكون عاديه اللي كتكون فيها الملح، هذيك كتقطع الورقه. المهم كديروا الزيت البنات وكتضيفوا ديك سميتها الحشوه ديالكم اللي كنكون عابرينها ب 12 غرام. وانتم البنات عينيكم ميزانكم الا ما كانش عندكم هذا الميزان. المهم البنات غنبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي عندي. الفيديو راه شارح راسو وهانتم معايا. اشتاق
وهنا البنات من بعد ما كملت الكميه اللي كانت اللي درت، شاطت ليا البنات الحشوه واحد 200 غرام في داك رابعه ديال الورقه البنات، الورقه ديال الفيلو اللي كناخذو من ميركادونا. بالنسبه للبنات اللي هنا من الاحسن الا كنتو غديروا غير ديك الرابعه ديال الورقه، من الاحسن البنات ديروا غير 300 غرام ديال الكاوكاو. هنا البنات كنخشيوهم في الفران على 170 درجه ولا 160 درجه، غير من فوق ولتحت البنات حتى كيطيبوا لينا على خاطرهم. ما تجهدوش عليهم البوطه حيت ما كتجيكمش الورقه زوينه، يعني كتقرمش لكم غير من الفوق ومن الداخل البنات كتبقى معجنه. مباشره البنات ملي كنخرجهم من الفران كنغطسهم بحال هكا في العسل كيف ما كيبان لكم. هنا البنات رانا خليتهم في العسل واحد ساعه ولا ساعه ونص. نتوما البنات خليوهم شحال ما بقاو في العسل كان احسن، تخليوهم النهار كامل ولا تبيتوهم ليله كامله مزيان باش كيشربوا لكم داك العسل مزيان. انا البنات من بعد ما دازت ديك ساعه ونص صافي كل مره كان مع دزت غسلت شي مويعنات كانوا عندي، كل مره مع كنت في الكوزينه كنبقى ندير بحال هاد المساله كيف ما كيبان لكم، كنهز العسل وكنضيفوا لها من الفوق حتى تشربوا لي العسل كاملين. هنا البنات بالنسبه للتزيين كيبقى على حساب الرغبه واللي متوفر عندك في البيت، تقدري تكتفي بهم غير بحال هكاك، تقدري ديري ليهم لوز ايفيلي، تقدري ديري ليهم جنجلان اللي متوفر عندك اختي تقدري تخدمي به. انا هنا البنات درت غير هذا الكاوكاو اللي كنكون هرمشتو بهذا الشكل صافي، كنضيف ليها بحال هكا في الجوانب ديالها صافي، وغنبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي عندي البنات. وها نتوما معايا وكان هذا هو الاقتراح ديال هذا النهار. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار البنات ينال اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو وشوفوا فيه ولو غير شويه ديال الاستفاده ما تنساوش خصكم بواحد لايك الى عجبكم الفيديو، واحد لايك وكومونتير البنات كالعاده زوين بحالكم. الله يجازيكم بالخير ويعطيكم ما كتمنوا في هاد العواشر يا ربي. كيف ما كيبان لكم البنات السيجار ديالنا اسهل واسرع وارخص حاجه ممكن تحضريها في هذا الشهر الفضيل، وهي هاد الحشوه ديال الكاوكاو البنات في هاد السيجار كتجي رائعه. كنتمنى فعلا انكم تجربوهم البنات، كيستحقوا التجربه، كيجيو بنان وكيجيو زوينين كيف ما كيبان لكم، احسن من هذوك اللي كيتقلاو في الزيت. كنديروهم غير في الفران البنات يعني حشوه اقتصاديه 100%. يعني الا راكم عارفين البنات الزيت غالي اصلا، شي حاجات اللي كتكون في الزيت اختي راكم عارفين البنات، داكشي علاش البنات كنديروهم غير في الفران كيجيو اقتصاديين 100%. كنتمنى انكم تجربوهم. وحتى هنا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.